ازاي تقطع السكر لمدة 14 يوم وهي العائد عليك من الخطوة دي. والسكر هنا مش مقصود بيه السكر الابيض بس، لكن السكر ده يشمل المشروبات الغازية والعصاير والشوكولاتة والكيك والكنافة، وطبعا ده مع تقليل النشويات زي الرز والمكرونة والعيش، لانها طبعا بتتحول في الجسم لسكر برضه. وفي الحقيقة ده من اهم المواضيع اللي لازم اتكلم عنها. كلنا نفسنا نقلل السكريات او نتخلص منها خالص، لكن مش عارفين ازاي. فالنهارده ان شاء الله اعرفك الجرعة المثالية اللي تاخدها من السكر بحيث ما يضركش، واعرفك ازاي تقلل السكر او تقطع السكر خالص، واعرفك ايه الاستفادة اللي هتعود عليك من الموضوع ده كله ان شاء الله. بس قبل ما نتكلم في موضوع النهارده، فهنفتح السحب لشخص جديد هنتابع معاه النظام الغذائي لمدة شهر مجانا. هنديله بن بيروت هدية يساعده في زيادة معدل الحرق، وهنديله استشارة مفتوحة نجاوب فيها على كل اسئلته ان شاء الله. فكل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك للفيديو ده بحيث يوصل لاكبر عدد من الناس، فعايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك، وانك تعمل اشتراك في القناه بحيث يوصل لك كل جديد اول ما ننزله ان شاء الله، وانك تكتب تم في كومنت. ده غير انك تقدر تحجز معايا دلوقتي في عياده مهندسين، عندنا خصم 50% على الكشف، وعندنا باكجات للمتابعات محترمه جدا. فتقدر تتواصل مع الرقم ده وهيعرفك ايه المواعيد المتاحه وتنورنا ان شاء الله. اول حاجه لازم تعرفها ان دراسات كتير اكدت ان السكر مضر جدا لجسم الانسان وليه تاثيرات سلبيه عليه، وعشان كده منظمه الصحه العالميه حددت نسبه السكر اللي تقدر تاخدها بشكل معتدل في اليوم، وقالت ان نسبه السكر دي هي 6 معالق سكر صغيره في اليوم، تمام، او ما يعادل 25 جرام سكر. والكميه دي تشمل السكر المباشر اللي بتاخده السكر الابيض، والسكر الغير مباشر اللي موجود زي ما قلنا في المشروبات الغازيه او الكنافه او البسبوسه او الاكلات دي. يعني مثلا الكنز دي فيها 35 جرام سكر، تمام، يعني لو خدت واحد الكنز فانت كده خدت كل معدل السكر المسموح لك تاخده في اليوم بتاعك، سيء جدا للاسف. طيب ايه اللي هيحصل لجسمك لو قطعت خالص السكريات دي لمده 14 يوم فقط؟ اولا خساره الوزن بكل سهوله، لان السكر ده سعراته الحراريه عاليه، ومخزون السكر دايما بيصاحبه احتباس سوائل في الجسم، يعني دايما بيكون في ميه زياده محبوسه في الجسم. وعشان كده اي حلقه بتجيلنا جديد ونبدا نتبع معاها نظام غذائي معتدل ونزود له شرب الميه، بينزل في اول اسبوع ده 5 كيلو بكل سهوله، لان الجسم بتاعه بيبدا ينزل الميه الزياده دي في النظام اللي احنا بنتبعه. فده هيحسن مستوى السكر في الدم اصلا، هيقلل مقاومه الانسولين بشكل كبير جدا، هيقلل الكرش اللي عندك والبطن اللي موجوده، هيزود مستوى الشبع عندك بكل سهوله. فتخيل ده كله في الفايده الاولى بس، ده لسه ليه فوائد كتير جدا، زي مثلا تحسن صحه العين وتحسن مستوى الرؤيه، لان للاسف شبكه العين بتتاثر جدا بمستوى السكر في الدم، وعشان كده دايما مرضى السكر بيصاحب عندهم اعتلال الشبكه السكري. وتحسن وظائف الكلى، لان الكلى من اكتر الاعضاء اللي بتجهد في مستوى السكر العالي. الاعصاب بتاعتك هيبدا يحصل لها تعافي، المخ بتاعك هتزيد قدراتك العقليه، هيزيد التركيز والانتباه والذاكره، المستوى الطاقه والنشاط بتاعك هيبقى اعلى بكتير، هتنام بشكل احسن، جسمك هيبقى اخف وحركتك اسهل، البشره بتاعتك هتتحسن وهيبقى شكلها افضل، هتقل طبعا حبوب الشباب اللي موجوده وحبوب البشره هتقل بشكل كبير جدا، الالتهابات اللي في الجسم هتقل. تخيل ده كله هيحصل لما تقطع السكر بس. لكن لازم تعرف ان في اعراض انسحابيه هتحصل لك اول ما تقطع السكر، يعني اول 3 4 ايام هتحس بالتعب، تحس بالصداع، تحس بالاكتئاب، تحس ان انت مش قادر تمارس حياتك، مش قادر تروح الشغل، الدوخه، الهبوط، وده كله طبيعي جدا. انت واحد كنت بتاخد سكريات عاليه جدا وهتبدا تقطعها. فانا هبدا اقول لك بعض الخطوات اللي تساعدك ان شاء الله تتخطى الاعراض الانسحابيه دي، وتخلي الاعراض الانسحابيه دي تجي لك باقل قدر ممكن، بحيث ان انت تتخطاها بسهوله ان شاء الله. فاول خطوه انك تحط هدف لنفسك انك هتقطع السكر لمده 5 ايام فقط، تمام، تخليه هدف صغير كده عشان يقدر يساعدك انك تتخلص من اول 3 ايام بتوع الاعراض دي، وتعرف ان هي مش هتستمر. فانت هتقول لنفسك، تبدا تحفز نفسك، هو 5 ايام بس اللي اقطع فيهم السكر، وانت اول ما توصل لليوم الخامس خلاص الاعراض الانسحابيه اللي عندك هتبقى قلت وهترجع لحياتك الطبيعيه، فهتقدر ساعتها تلتزم وتقدر تكمل قطع السكر بكل سهوله ان شاء الله. تاني خطوه انك ما تعملش وجبه وداعيه لقطع السكر، يعني ما تقولش طيب انا خلاص من بكره هقطع البيبسي والسكريات، فانا النهارده اجيب كنافه وبسبوسه وبيبسي وهودع الحاجات دي. ده هيزود الاعراض عندك بشكل كبير جدا وهيخليك ترجع تاني للسكر بكل سهوله. انسى الوجبه الوداعيه دي، لان هي اصلا اللي هتعمل لك الازمه. فانت خلاص قررت تقطع البيبسي، فخلاص انا هقطع البيبسي من بكره وهبدا استبدله بعاده كويسه،
كويسه. يعني الوقت اللي كنت بشرب فيه بيبسي هبدا اشرب فيه كل يوم شاي اخضر، هبدا اشرب فيه كل يوم شاي اخضر لحد ما اكسر العاده دي. تمام. الوقت اللي كنت بجيب فيه كنافه كل يوم هبدا اجيب فيه مكسرات. يعني كل يوم مثلا بعد الشغل كنت بروح اجيب كنافه، لا هجيب مكسرات او سناك او اي وجبه خفيفه او بسكوت دايجستيف او اي حاجه صحيه وهبدا اخدها، او ثمره فاكهه، ايا كان المناسب ليك ابدا خد سناك صحيه بدل السناك المضره دي. ففكره انك تكسر العاده نفسها ومخك خلاص مع الوقت يبدا يتعود، هتلاقي نفسك اتعودت على قطع السكر ومش بترجع للحاجات المضره دي خالص ان شاء الله. يعني يفضل نقطعها نهائيا. الحاجات اللي هي المشروبات الغازيه والكنافه والكيكه والحاجات دي خليها مناسبات، لما خلاص تبقى معزوم وفي ناس مفيش مشكله انك تدوق مره، يعني مش هي اللي هتعمل ازمه، لكن انك تاكلها باستمرار ويبقى عندك حب ليها وشراها ده اللي بيعمل الازمه. ده اصلا في ناس بتقطع النشويات خالص بقى، يعني مش مجرد قطع السكر، لا ده بيقطع الرز والمكرونه والعيش. فما الناس اللي بتقطع النشويات دي بيبداوا يخشوا في حاله اسمها كيتوزيس اللي هو الكيتو دايت، وده كنا عملنا عنه يعني فيديو كامل بكل التفاصيل بتاعته. هحط لك الفيديو هتلاقيه اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بحيث تعرف كل التفاصيل عنه وازاي جسمك يبدا يتحول لحرق الدهون بدل النشويات، وكل التفاصيل دي ان شاء الله ازاي تطبق النظام واللي هتستفادوا منه هتلاقيها في الفيديو اللي هحطه تحت ده ان شاء الله. اخر خطوه انك تجيب ورقه وقلم وتكتب ايه الفوائد اللي هتفوتك لو ما قطعت السكر، وزي ما قلنا فوائد كتير جدا. فكل ما تشوف الورقه دي ان انا لو قطعت السكر ولغيت اللي انا بعمله هخسر كل الحاجات دي، فده هيحفزك انك تستمر وتشجع نفسك ان كل ده هيفوتني لو انا قطعت السكر، قطعت انقطاع السكر، فهيفرق معاك كتير جدا ان شاء الله. هات ورقه وقلم واكتب كل الفوائد اللي انا قلتها دي وعلقها، دي هتبقى دايما الحافز بتاعك. وعموما في حياتك عايز تحقق اي هدف اكتب ايه الحاجات اللي هتفوتك لو ما حققتش الهدف ده. لو الحاجات دي اللي هتفوتك مش هتفرق معاك قوي يبقى الهدف ده خلاص اصلا مش مهم بالنسبه لك، لكن لو فعلا الحاجات دي مهمه معاك وهتاثر في حياتك وهتغيرك وعاوزها بشده هتلاقي نفسك بتلتزم بالهدف ده وبتزق نفسك عليه عشان تحققه. ابدا امشي الموضوع بالتدريج، ما تقطعش كل السكريات مره واحده. يعني ابدا مثلا بالاكتر حاجه انت عندك ادمان فيها، ابدا بالبيبسي مثلا وابدا التزم ان انت خلاص قطعت البيبسي وهبدا ادخل نشويات غيره، واحنا كده كده انت بتدخل رز ومكرونه وعيش فمفيش مشكله يعني. تمام. فابدا اقطع اللي عندك ازمه فيها وبالتدريج. يعني انت لو واحد عندك شراهه في البيبسي، انا بيجي له ناس بيشربوا 6 ازايز في اليوم، يعني 6 ازايز و6 كوبايات وليله كبيره قوي والله. فالناس دي لما ابدا اقول لهم اشرب واحده بيخس، طبعا بيخس. واحد بيشرب 6 لما يخليهم واحده هيخس طبعا وهيبدا يتحسن بشكل كبير. واحده في الثانيه نبدا نخلي الواحده دي مرتين في الاسبوع، بعد كده مره في الاسبوع، بعد كده في المناسبات بس. فابدا الموضوع بالتدريج وحدد هدف لنفسك، انت هتقطع السكر بس ولا هتقطع السكر والنشويات ولا هتمشي على الكيتو. ابدا حدد الهدف اللي انت عاوز تحققه وهتلاقي احسن نتيجه ان شاء الله. بس حدد هدفك وتوكل على الله وربنا يعينكم ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.